هل الرياضة بتعاقب رجال الأعمال؟ خلينا نفترض سيناريو: رجل أعمال ناجح اشترى نادي، ضخ أموال، غير مدرب، اشترى لاعبين، وبعد سنوات ما لقاش العائد اللي كان متوقع. المشكلة هنا مش في رجل الأعمال، المشكلة إن الرياضة لها قواعد مختلفة تماما. في الشركات زيادة الاستثمار غالبا بترفع النتائج، في الرياضة أغلى اللاعبين مش معناها إنك ضامن البطولة، أكبر الميزانيات مش ضمان للنجاح. وكمان في فرق تاني مهم: الجمهور الرياضي هنا مش عميل، الجمهور هو شريك عاطفي. لو حاسس ان النادي بيتعامل معاه كرقم او مصدر دخل بس، هتلاقيه بيقاومك حتى لو كانت قراراتك منطقية ماليا. وده السبب ان رجال اعمال كتير بيخسروا في الرياضة رغم نجاحهم خارجها. على الجانب الاخر، لو خدنا واحد زي جون هنري في ليفربول، نجح لسبب بسيط جدا: هو ما افترضش ان هو خبير في كرة القدم، بالعكس هو بنى نظام واعتمد على بيانات وخبراء وربطوا القرار الرياضي بالانضباط المالي. الرياضة لا تعاقب رجل اعمال لانه رجل اعمال، هي ممكن تعاقبه عندما يظن ان نجاحه في اي صناعة اخرى يكفي لنجاحه فيها. فالمال مهم، لكن التواضع لفهم قواعد اللعبة اهم.